انضباط غير عادي، انضباط الى حد انه ما ينفعش يعيا وهو مرتبط باخرين. وده هتعملها ازاي؟ لا هو حر بقى، ما ايه اللي خلاه يبقى ممثل؟ ما ينفعش على المسرح. ما انا من اولها بقى كامله هانم عشان بس يعني تعبان اتاخرت، ما فيش في ملايين عشان سيادتك، هتيجي حضرتك وبدري، معلش. ولو مش هتيجي بدري مش احنا اللي صعبين، احنا مش عايزينك حضرتك. ظهري بقى ظهري مكسور بقى فصور. فاحنا فانضباط ما فيش يعيا. وانت على المسرح مثلا شوف الانضباط. انت حضرتك لو في حاجه مثلا محتاج تهرش، ما ينفعش تهرش كده، ما ينفعش. دي مش دي الشخصيه على فكره، فما ينفعش ولا عندي صداع. ده ممثل، ما فيش. وبعدين الممثل اللي يقدر ينتقل الى الجانب الاخر. يعني ايه؟ انت عندك نفسك، ده الجانب بتاعك، محتاج شجاعه كبيره جدا عشان تروح من نفسك للجانب الاخر اللي هو جانب الشخصيه. كلامها، عاداتها، طريقتها في التفكير، احاسيسها، ده كله احنا بنتكلم ايه؟ في فهم. احنا ما بنتكلمش بقى تعمل ايه علشان توصل لسه ازاي. وعندك ادواتك، ما تنفعش تكلمني وانا مش فاهمك. آلة النطق، مشاعرك حاسسها بس مش طالعه، ماليش علاقه، ما تقوليش انا حاسس، طلعها من فضلك لان الكاميرا عايزه تشوفها. الالتزام بالتعاون مع الجميع، مع كل الناس في العمل. انت مش لوحدك، انت عليك انك تتعاون مع كل الناس. دي حاجات بسيطه من الممثل.